بنرجع تاني نفتكر ان الغش حرام. والله حرام، زي ما كنا بنقول زمان كده: من غشنا فليس منا. ونعلم عيالنا ان هم ما يغشوش في الامتحان، مش هيحصل حاجه. الحاجات دي ليه مش مفعله؟ الحاجات دي، الاحاديث دي ليه مش ترند؟ مش طالعه ترند زي اللي هو ازاي حجابك هيبقى مش عارفه عامل ازاي، او الاغاني ما تسمعوش اغاني بقى. خلاص كل الدين مختزل في حاجتين، مع الاسف الاسلام عظيم مختزل في حاجتين: ما تسمعش اغاني، ظبطي فرحتك، او تنقبي. ده الاسلام يا جماعه، ده كل الاسلام. تاكل ورث عادي، عادي جدا، وبتوب قبل ما تموت بقى، دي مش مشكله، عادي. اكذب عادي، غش عادي. مش هقول يعني مش هقول اتقن عملك. ما تشوفش شغلك وتزهق الناس بالشغلانه بتاعتك، عادي برضه. تستخدم الشغلانه بتاعتك انت تسمسر على الناس وتزهقهم في عيشتهم. حتى من علامات يوم القيامه ان انت بتسيب اصول الدين واصل الموضوع واصل الحضارات، والاصل اللي ما خلناش ناذي بعض، او اقل ما نعمل خير في بعض، ونمسك في اي حاجه تافهه. ما قلتش الاحتشام حاجه وحشه، بس ما ينفعش انا اكون سايبه كل ده وماسكه من طرحتها شكلها ايه، ومفروض تلبس حجاب عامل ازاي، ودقنه دي المفروض يعملها ازاي. دي تفاهه. وللاسف انت بتتكلم انا مش عايزه اشوه الاسلام، او مش عايز انا غيور على ديني. انت كده، انت اللي انت بتعمله ده. يعني هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ هو ده الدين؟ برضه هتكلم على كل الاديان. ما ينفعش تمسك اللي هو يعني تمسك اي حاجه اللي هو ايه، مش مهمه. مش مهمه، في حاجه اهم. حتى في آية قرآنية تقول لك: خذوا بأحسنها. فيما معناه يعني، عشان ما حدش يقول لي انت بتقولها صح ولا غلط. خذوا بأحسنها واتبعوا التي هي أحسن. يعني في حاجة مهمة، وفي حاجة أحسن. حتى ربنا بيقول لك كده، ان هو على اساس ده. ليه احسن؟ عشان على الاساس ده الحضاره هتقوم. على الاساس ده هتبقى انت خليفه الله في الارض. مش هتبقى خليفه الله في الارض وانت طرحتك عامله ازاي، نقابك عامل ازاي، دقنك طولت ولا اسرت، لابس بنطلون شكله عامل ازاي. انا عارفه ان الموضوع ده اتعمل له دعايه كويسه، اتعمل دعايه كويسه جدا، اللي هو احنا نسيب الدين كله، وبقت الاحاديث كتيره جدا شغاله، اللي هو انت حجابك عامل ازاي، نقابك عامل ازاي، شكلك عامل ازاي. وللاسف اللي طبعا ماسكين الموضوع دول الشيوخ، عشان تسيب كل حاجه، كل الدين كله، لان هم نفسهم سايبين كل حاجه وماسكين في الحاجه دي، مع الاسف الشديد. لكن الاحاديث التانية اللي هو الكذب، الحاجات اللي بتحسك على الاخلاق، ما تلاقيهمش بيتكلموا فيها كتير. ولو اتكلموا فيها كتير، اولا مش بنفس الصوت، مش بنفس القوه. حرام كده هوت ويعدوها، لكن مش حرام بالصوت العالي وخلاص. ياما هتقوم. فالناس كلها خلاص، كل اللي مركزه فيه مين حطت برفان، مين حطت مونيكير، مين جسم المرأة. مع الاسف شكل المرأة عامله ازاي، حاطه حواجبك عامله ازاي، في ايه؟ ده الاسلام قام على كده؟ يعني بالعقل قام على كده؟ الحضاره قامت على كده؟ كانوا مركزين مع بعض بالطريقه دي؟ متخيلين الطريقه دي؟ ابدا. كان كل واحد بيشتغل، كل واحد كان في حاله. كان الاسلام يعني ابقى صادق. المؤمن لازم يكون صادق، ما ينفعش مؤمن يكذب. دي معروفه، دي اصول. مش هينفعش اقلب الدنيا. مش بقول ما تحتشميش، مش بقول ان انت ما تظبطيش الحجاب بتاعك ونقابك يبقى شكله عامل ازاي، ما قلتش كده. ظبطي نفسك واختفي، البسي نقاب، البسي حجاب، اعملي اللي انت عايزاه. بس الاصل في الموضوع ان انت ما تكذبيش. الاصل في الموضوع ان انت ما تنميش، يبقى عندك امانه، تتقي ربنا في عملك. دي الاصول.